هو فعلا العربيات الكهرباء بتوفر اكتر من العربيات البنزين زي ما العالم كله بيسوق لها. جبت لكم عربيتين نفس الموديل نفس المواصفات نفس العلامه، مرسيدس جي ال اي بنزين واي كيو اي كهرباء، والاثنين نفس البلاتفورم. صيانات العربيه البنزين 200,000 جنيه في خلال 10 سنوات وال 200,000 كيلو، اما الكهرباء بمتوسط 5000 جنيه في السنه 50,000 جنيه. اهلاك المحرك في البنزين 50% منه 300,000 جنيه. الكهرباء برضو فيها موتور وليه نسبه اهلاك هنفترض برضو ال 50% ب 90,000 جنيه. اهلاك البطاريه في البنزين فيها بطاريه اي جي ام هنفترض انها غيرت 3 بطاريات ب 24,000 جنيه. العربيه الكهرباء عمر البطاريه فيها 15 سنه تقريبا متوسط، فاحنا خدنا 70% منه هيدينا 680,000 جنيه. الاطارات بقى 3 مرات في خلال 10 سنوات اللي هو كل 60,000 كيلو عاملين 72,000 جنيه. في الكهرباء بقى الكاوتش اغلى 3 مرات ب 216,000 جنيه. نيجي بقى للعمل الاساسي اللي بيضحكوا علينا بيه، البنزين 8 لتر في 19 لكل 100 كيلو 304,000 جنيه. اما في الكهرباء 17 كيلو وات في 3 جنيه 75 لكل 100 كيلو 131,250. للاسف اجمالي مصروفات البنزين في 10 سنين و200,000 كيلو طلعت 900,000 جنيه، كتير جدا. بس المفاجاه الكبيره ان الكهرباء مصروفاتها في ال10 سنين و200,000 كيلو 1,167,250 جنيه. ونيجي بقى للحاجات اللي ما بتتحسبش بفلوس، اولهم الوقت. الكهرباء بتقعد تضيع وقتك في المحطات، لكن البنزين هم 4 دقايق واتكل على الله وشوف انت بقى وقتك بكام. كل الملاك واصحاب المعارض عارفين ان الكهرباء بتخسر فلوس كتير جدا وبتطول جدا في البيع مقارنه بالبنزين. هنيجي بقى للطوارئ وده الامر المهم. تشحن البطاريه دوبك جالك مشوار مفاجئ للمستشفى لا قدر الله، هتعمل ايه؟ متعه السفر وانت مسافر بالعربيه الكهرباء بتضطر تمشي على مهلك جدا، وخصوصا في درجات الحراره العاليه ديت عشان خاطر البطاريه بتفضى بشكل اسرع جدا. في الحوادث لا قدر الله اغلى حاجه في العربيه البنزين هي الموتور، لو راح ما بيمثلش قيمه كبيره في العربيه. اما بقى في العربيات الكهرباء لو البطاريه اتحرقت هي بتمثل نص ثمن العربيه غير باقي الاصلاحات البادي وبقيه العربيه بالكامل. ده اذا بقى حاجه في العربيه، لان بنسبه كبيره في الحوادث العربيه بتتحرق بالكامل ومفيش اي حاجه بتقدر تطفي. والدليل على كده شوف شركات التامين بتحسب البنزين بكام والكهرباء بكام. العيوب بقى كلها دي مقابل ايه؟ مقابل الاستجابه والتسارع. الشهاده لله الكهرباء تكسب. فاضل بقى عيب صغير قد كده قد كده، مصاريف بقى البنزين دي انت بتدفعها واحده واحده كده على في خلال 10 سنين قسط يعني من الاخر. اما مصاريف الكهرباء انت هتدفع ثمن البطاريه كله كامل بعد 10 سنين، والله اعلم بقى بعد ال10 سنين هيبقى ثمنها كام. معنى كده ان انا ما اشتريش عربيه كهرباء؟ لا، اشتري بس عربيه ثانيه وللتحركات الداخليه لطلبات المدينه والمدارس والحاجات دي، زي الجولف كار بالظبط، ما بنجيبهاش غير لما يبقى معانا فلوس زياده. والنتيجه ان عربيات الكهرباء مش بتوفر عن عربيات البنزين زي ما الشركات العظمى بتحاول تقنعنا وتصدر لنا، لان الحدايه ما بترميش كتاكيت.